من غير قليان ومن غير فور. حضرت لكم كعبة بريك بالتن بنة على بنة، وزيد بطريقة سهلة وصحية، والأكثر من هكا كروستيون. تابعوا معايا لآخر الفيديو وسجلوا عندكم الطريقة. عندي 3 كعبات بطاطا، قصيتهم وسمطتهم وبعد رفستهم بالفرشيطة، وحضرت بصل مقصوص مع دنوس مقصوص والتن، وصبيت المكونات هذه على البطاطا، فوحتهم بشوية ملح، فلفل أكحل، كركم، وزدت الفرماج رابي كبار، وباش نخلطهم بكعب عظم. دونك باش يكون الخليط هكايا شادد روحو، ما يلزموش يكون جاري هكايا، باش تقعد كعبة البريك تقعد هكا مزيانة. دونك حضرت الخليط. عندي ملسوقة عادية مدورة باش نقصها على 2، ونحي هكا الجناب هكايا دوبلاج. وباش نسهل عليا حطان الحشو في وسط كعبة الملسوقة، باش نصفف الملسوقة على البلان دو ترافاي يبدا نظيف، وبعد نحط الحشوة وبعد نلفهم. باش ناخذ قلي ما يلصقش، وحطيت فيه شوية مرجرين ولا شوية زبدة حتى يذوب ويسخن، ومن بعد باش ناخذ هيك كعبة البريك وباش هكا نحطهم في وسط المرجرين كيف ينضاجوا من اللوطة، وانا باش نقلبهم على الشيرة الاخرى، وكل مرة نقعد نقلب فيهم حتى لين لونهم يتبدل ويطيبوا من الوسط. دونك باش تكون بالطريقة هذه صحية وما غير قليان وما غير فور. يلا جربوا الطريقة، راهي بنينة برشا. وتنجموا التن اذا كان تحبوا تبدلوه باي حاجة اخرى، كروفيت مثلا تقليوها شوية بشوية زيت فلك حلو ملح، تقليوها وبعد ترميوها في وسط في عوض التن. تنجموا طروف دجاج زاده تقليوهم وتحطوهم في عوض التن. تنجموا تنوعوا كيما تحبوا.